ما انت شايف نفسك فاشل ما تنتظرش ان الناس تشوفك ناجح. طول ما انت شايف نفسك وحش ومش مقبول ومحدش هيحبك ما تنتظرش ان الناس تحبك. انت مش حابب نفسك، انا هاجي من بره احبك ليه؟ سواء انت او انتي، كلام للكل. انت دلوقتي شخص شايف قد ايه انت فاشل، قد ايه انت متحبش، قد ايه انت مش كويس، قد ايه قد ايه قد ايه. وان انت بقى بتعيش بقى اللي هو انا بعمل ذنوب كتير، اكيد كمان ربنا مش بيحبني ومش عارفه ايه. انت ليه عايش في الزون دي؟ ليه ما تقومش وتفوق من اللي انت فيه؟ عارفه ومتصوره قوي ان السوشيال ميديا مصوره لنا قد ايه بتبقى البنات بشرتها بيرفكت وزي الفل، قد ايه الميك اب اللي بيجيبوه بيبقى شكله حلو، الولاد قد ايه العضلات بيبقى شكلها جميل، مش عارفه ايه. حبيبي حبيبتي، السوشيال ميديا كدبة كبيرة قوي انتوا مختارين ان انتوا تعيشوا فيها. بجد. مش هقول لكم بقى ان انا المثالية انا ما بتفرجش. انا امبارح كان بالنسبة لي اليوم اللي انا عايزة اغير فيه كل حاجة، وحتى كنت منزلة ستوري على الانستا. ان انا كنت عايزة اغير كل حاجة. انا لقيت نفسي قاعدة على التيك توك اكتر من ساعتين. ساعتين بعمل فيهم ايه؟ ولا شيء خالص. بتفرج على الناس بس. انت مستفاد ايه لما نقعد نتفرج على الناس؟ قولي كده، انا وانت سؤال لينا كلنا. انت مستفاد ايه لما تقعد تتفرج على فلانه الفلاني وهي بتطلع الطبخه، وفلانه الفلانيه وهي بتورينا الاوتفيت بتاعها، وفلان الفلاني وهو بيورينا هو بيتمرن في الجيم والاغاني الحزينه؟ انت مستفاد بيه؟ ولا بربع جنيه استفاده. تمام. يعني انت دلوقتي مطلوب منك ايه؟ تمسح السوشيال ميديا اللي ملهاش لازمه عندك. طب انا بقى واحد محترم يا ستي وبتفرج على شيوخ وناس على التيك توك. حبيبي التيك توك مش مكان للشيوخ. التيك توك مش مكان للنصايح. التيك توك ده مكان يا اما لو انت فعلا واحد محترم وبتشتغل عليه، اللي هو مثلا بتنزل اعلانات لحاجه او حاجه من دي، يا اما قله ادب. ما فيهوش وسط. في شيوخ على التيك توك محترمين جدا، وشيوخ كبار كمان. بس انا شايفه انك تتفرج على يوتيوب عليهم افضل بكتير. تمام. بص، هو كلام بجد طالع كله من قلبي. وهو انا شايفه ان احنا بننهار. بجد شايفه كده في انهيار. اللي شايفه شكلها وحش بتفضل تعبي في وشها ميك اب ميك اب ميك اب ميك اب فتبوظ وشها اصلا. يعني انا بدون فلتر، بدون ميك اب، بدون اي حاجه، وطالعه بحبوبي بوشي كده كله على بعضه. حاولي تعالجي الحاجات اللي مضايقاكي في وشك، ما تحاوليش تداريها. بجد الرساله دي كل بنت. ما تحاوليش تداري اللي في وشك، حاولي تعالجيه. حبوب او حاجه مضايقاكي حاولي تعالجيها مش تداريها. حبي نفسك زي ما انتي، وحبي نفسك زي ما انت. انا ليه بقول الكلام ده؟ لان انا النهارده ما كانتش احسن حاجه بالنسبه لي. في كذا حاجه حصلت، مش هقول رجعتني لنقطه الصفر، بس رجعتني لحاجات قديمه انا كنت بحاول اطلع منها. باختصار شديد جدا، انا كنوت شايفه، انت لو ما حبيتش نفسك ما تستناش حد يحبك. لو شايف نفسك فاشل ما تستناش حد يشوفك ناجح. انت مطلوب منك انك تغير نظرتك لنفسك، تغير اسلوبك مع نفسك. زي ما انت دلوقتي تقدر تروح تحب حد وتديله كل مشاعرك وكل ما هو عندك اصلا، اديه لنفسك. قول لنفسك قد ايه انت شخص جميل، قد ايه انت شخص ناجح. عارفه ان كلام اتقال في مليون فيديو، وانه ده كلام في الفاضي وده مش عارفه ايه. بس انا هقول لك على حاجه. انا طالعه اديك نصايح بالاسدال وبالنضاره. اكتر حاجتين انا ما بحبش ان انا اتصور بيهم، بس رغم ده انا باجي على نفسي واقول ان انا هتصور بيهم عشان خاطر انا كده. يعني انا مش لابسه مثلا حاجه مش كويسه، انا لابسه حاجه كويسه. بس انا بقول مش هتصور عشان شكلي ومش شكلي. وانا يعني بقالي كتير قوي ما نزلتش فيديو وانا بتكلم فيه. بس انا دلوقتي برضو انا قاعده اتوهك واوديك واجيبك. باختصار شديد جدا هقول لك كام حاجه قلتهم على جروب الواتساب وعلى قناه التليجرام. حب نفسك زي ما انت. السوشيال ميديا خدعه، ما تخليهاش تخدعك. تمام. انا شايفه انه كفايه قوي على، يعني كفاياك كفاياك اقسم بالله. انت بص، انت بوظت الدنيا. من انستا لتيك توك، من تيك توك لفيس، من فيس ليوتيوب. كفايه. خلاص. اليوتيوب ده تتعلم منه حاجه، تيك توك تتعلم منه حاجه، انستا تتعلم منها حاجه. كفايه تضيعهم على ولا شيء. سواء بقى طالب ثانويه عامه، حد كبير، ايا كان الشخص اللي بيتفرج عليا اصلا ده لو الفيديو نزل. تمام. انا عايزاك فوق لنفسك. انت لو ما فوقتش لنفسك وقررت انك تتغير من جواك، انت مش هتتغير. وهقول لك على حاجه. في واحده بعتت لي وقالت لي انا بتفرج على فيديوز تحفيز كتير وبرضه حاسه اني مش قادره اذاكر ومش قادره اعمل ومش قادره اقوم ومش عارفه ايه. قلت لها وانتي منتظره بعد التحفيز انك هتقومي؟ لا. لا خالص، التحفيز ده مش كبسوله حضرتك. انت او انتي مطلوب منك انك تتغير من جواك. مشاعرك السلبيه والايجابيه تفضيها كلها. تنتظم في الصلاة اللي انت قاعد تقطع فيها، تفوق لنفسك باختصار. باختصار شديد جدا انك تفوق لنفسك. بس انت مش عايز تفوق لنفسك.
انت بس فايق ان انت تقعد تتريق على صاحبك الفلاني، تفكر في صاحبتك الفلانيه، تفكري في صاحبتك الفلانيه قد ايه هي اشطر منك، قد ايه هي اجمل منك. لا يا حبيبتي، فكري في نفسك، فكري ازاي تخلي يومك احسن من اليوم اللي بعده. انا ليه بتكلم في البوينت دي؟ لان انا بجد حاسه ان انا دمي محروق، دمي محروق من كميه الناس اللي داخله بتشتكي من السوشيال ميديا وهم في ايديهم الحل. انت داخل تشتكي لي ليه؟ بناء على ايه؟ داخل تقول لي قد ايه انت بتضيع وقتك على التيك توك؟ طب امسح التيك توك. شفت الحل ازاي بسيط؟ امسح التيك توك. بيضيع وقتك عليه؟ امسح التيك توك. مش منتظم في صلاة؟ انتظم في الصلاة. طب انتظم ازاي اصلا؟ قلت لك والله قبل ما تسمع الاذان تبقى متوضي وتبقى مجهز نفسك انك هتصلي. تمام. انا مش هقولك بقى ان انا شيخه ومش عارفه ايه، على فكره عادي انا اوقات باخر صلوات. ايوه حرام وكل حاجه، بس مثلا باخرها كسل عادي، انا مش مثاليه. تمام. باخرها وبعد كده بستغفر وبقوم وبصلي وبفضل يعني ادعي ربنا انه يغفر لي ان انا اخرتها. حاول، انت جاي الدنيا هنا عشان تحاول. انا كنت مش فاكره، شفت جمله مش فاكره شفتها فين، بس كانت بتقول ان انت تحاول تعرف ربنا خلقك ليه. عجبتني قوي بجد. حاول توصل للنسخه اللي ربنا خلقك علشانها. انت دلوقتي كل واحد منا ربنا خلقه عشان يأدي رساله في الدنيا. انت بقى حاول تدور، انت ربنا دلوقتي خلقك عشان النسخه الفلانيه دي تأدي رساله في الدنيا. دور بقى واوصل للنسخه دي. ما تفضلش الشخص اللي انت عليه. الحاجات اللي غلط اللي انت بتعملها حاول تتوب منها وتبطلها. تمام. إيه دلوقتي الولد الفلاني اللي انت بتكلميه بتحبوا بعض، حاولوا تبعدوا، لان العلاقه اللي بدايتها ما ترضيش ربنا نهايتها مش هترضيكي. حاولوا تقربوا من ربنا وتحبوا نفسكم زي ما انتم. ما تستنوش الحب من حد، ما تستنوش الاهتمام من حد، ما تستنوش اي حاجه من اي حد. بس كده بصراحه يعني انا مش عارفه اقول ايه تاني، ومش عارفه اصلا انزل فيديو ولا لا، بس انا حاسه ان انا طلعت كل المشاعر اللي جوايا سواء سلبيه او ايجابيه، كل الكلام اللي كان محشور في زوري طلعه. بس كده.